الفنانة الجميلة مادلين طابر المتألقة دايما واللي دايما بتحرص على وجودها في المهرجان، أهلا بيكي معانا. لا المرة دي الحرص كان من باب الإصرار ومن باب اتخاذ موقف وليس مجرد حضور. احنا امام تحدي كفن كحضارة كثقافة كموقع عالمي وحضاري على خريطة الثقافية في العالم، كان لابد من إقامة المهرجان. فالمرة دي غير عن كل مرة. ايه اخر اعمالك؟ يعني انت دايما يعني معودانا على الاعمال المتميزة دايما والمختلفة، ايه اخر اعمالك؟ والله لسه بخلص في مسلسل رائع هيبقى ضخم الانتاج وهيبقى ان شاء الله تحفة الموسم اللي جاي للاستاذ عمر عبد العزيز، للكاتب محفوظ عبد الرحمن، لقطاع الانتاج، وهو مسلسل أهل الهوى للنجم الكبير فاروق الفيشاوي ونخبة من كبار نجوم مصر. بالتوفيق دايما وبالنجاح طبعا. وتحبي بقى توجهي رسالة للعالم النهاردة من خلال قناة المهرجان، تحبي تقولي ايه؟ أقول لهم مصر بخير، أو مصر أم الحضارة وأم الفن وموجودة على الخريطة، هتبقى إن شاء الله.